السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ام يوسف من مطبخ اكلات على قد الايد. النهارده انا جايبه لكم اكله كبد وقوانص مفيش بعد كده. ان شاء الله ان شاء الله بعد الفيديو ده هتقوموا تعملوها على طول. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي في التعليقات بتاعتكم ايه رايكم، وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. ويلا بينا نبدأ. نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كبد وقوانص، وطبعا الكبد والقوانص متشاله الزوايد بتاعتها ومغسوله ومتنضفه. انا غسلتها بدقيق وميه بس يا جماعه، دقيق وميه. نقعتها نص ساعه في دقيق وميه. كل الدم وكل الزفاره اللي فيها نزلت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بتلمع وزي الفل. الكبد والقوانص، ودي كمان الكبده زي ما انتوا شايفينها، مفيش ولا دم ولا اي حاجة. هنحتاج كمان فلفل الوان او فلفل رومي اللي موجود عندك، وبصل وفلفل حامي، ودولت 4 فصوص من الثوم. بس هي دي التكاية بقى اللي هقولك عليها بعدين، مش هنحطهم دلوقتي. وملح وفلفل اسود وكمون. ويلا بينا نشوف هنعملها ازاي. معانا صينية على النار سخنت، نزلنا بشوية من الزيت. طبعا الزيت سخن معانا، هروح نازله بالكبد والقوانص، اسفه، بالقوانص بس. هنزل بالقوانص بس، مش هحط معاها اي حاجه تانية، ولا بصل ولا ملح ولا توم ولا اي حاجه. هي بس القوانص اللي هنزلها اول حاجه. وهقلب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما تتشكشك معانا وتسخن وتبدا في السوا. طبعا انا هنا ما ضفتش زي ما قلتلكوا اي حاجه معاها، هي بس كبد وقوانص فقط لا غير، مش اكتر من كده. بس كل اللي هعمله ايه، هنزل عليها بربع معلقه صغيره قوي، ربع معلقه صغيره قوي من الفلفل الاسود. وهي على النار كده هحطيت ربع معلقه من الفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين، وهقلبها كده مع بعضيها لحد اما تديني اللون الحلو وكمان تدخل في السوا. هي يا جماعه دخلت في السوا اهي كده، تمام قوي. خدت اللون بتاعها الحلو من غير طبعا ما تتحرق ولا الصينيه بتاعتنا تتحرق. وكده بقى هبدأ انزل بالبصل بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بصل طبعا متقطع قطع صغيره، والفلفل نفس الحكايه متقطع قطع صغيره. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، يعني صينيه تكفي عيله بحالها، بألف هنا وشفا. تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ونقلب كده مع بعض ونحط طبعا، ما ننساش النقطة دي عشان انا نسيت هنا، بس رجعت اهو حطيته تاني، الفلفل الحامي. وطبعا الفلفل الحامي ده اختياري، اللي عايز يحط فلفل تمام، اللي مش عايز بلاش، لو في اطفال يعني وكده بلاش فلفل حامي. وقلبت كده كله مع بعضه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا مش عايزه اغطي علشان انا عايزه الفلفل والبصل يبقوا مصحصحين، يفضلوا صحصحين مصحصحين معايا عشان يدوني الطعم بتاعهم الحلو. وهنا طبعا انا حطيت التوابل بتاعتي، وهقلب كده بالطريقه دي، وهسيبها بقى تستوي كده، ايه مش تستوي يعني، يا دوبك بس ايه تقلبتين 3. مش عايزه البصل زي ما قلتلكوا هو والفلفل مش عايزاه يدبل، عايزاه يفضل مصحصح وبلونه الجميل. وهنا بقى انا نزلت بالكبده بتاعتنا. وطبعا الكبده انتوا كلكم عارفين الكبده ما ينفعش ان احنا نفضل نقلب فيها كتير، لان لو قلبنا فيها هتتهري معانا، واحنا مش عايزين كده. احنا عايزينها تبدأ تحافظ على شكلها الحلو، وفي نفس الوقت تبقى متماسكه معانا، مش عايزينها تتهري في قلب الحله. ونسيبها كده براحتها خالص تستوي على نار هاديه، مش هعلي النار ومش هقلب كتير لحد ما تاخد السوا بتاعها المظبوط. هنا اهي تقريبا يعني كده يا جماعه، هي كده استوت زي ما انتوا شايفين، استوت. وطبعا الكبده بتاعتنا زي ما هي اهي سليمه بشكلها الحلو، ولا اتهرت ولا اي حاجه،
كل ده ليه؟ علشان مقلبناش كتير، وبنقلب بالراحة بالراحة خالص خالص، مش عايزين نستعجل ونقلب بسرعة والكبدة بتاعتنا تتهري مننا ويبقى شكلها مش حلو. وهنا بقى التكة اللي انا بقول لكم عليها يا جماعة، عندي ال4 فصوص توم، حطيت عليهم معلقتين من الخل. طبعا تصدقوني دي هتخلي الكبدة بتاعتنا والقوانص تبقى طعمها يعني يجيب لاخر الشارع. الجيران هيطلعوا عندك مش هيسيبوكي، كله هيبقى عايز ياكل معاكي. بألف هنا وشفا يا رب. وهقلب كده، وطبعا لازم اسيب التوم بتاعي يسخن هو والخل على النار، مش هطفي على طول. وهنا يا جماعه اهو سبتهم شويه دقيقتين 3 لحد ما سخنت معانا، بس الخل والثوم يسخنوا معانا كده، مش يغلي، يسخنوا بس معانا كده وبس. وهبدأ اقدمها، وده شكلها النهائي بعد ما غرفناها. بتمنى انها تعجبكم، وما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم الفيديوهات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.